شعرك في أسوأ حالاته وتعبتي من الهيشان والتقصف ونفسك شعرك يطول ومش لاقيه الحل؟ انا جبت لكم الحل. شامبو للشعر واويل سبراي او زيت للشعر، الاتنين دول مع بعض هقول لكم نتيجتهم معايا كانت نتيجه مبهره. ما كنتش مصدقه ان ممكن في منتج يكون بيطول الشعر بالطريقه دي وبالسرعه دي. في 45 يوم واقل شعري طول، يعني ممكن نقول 10 سم. انتوا متخيلين اللي انا بتكلم فيه؟ لدرجه ان انا من كتر ما شعري طول هروح اقصه لاني ما كنتش عايزه الطول ده كله. عايزه اقول لكم ان الاتنين مع بعض مكوناتهم طبيعيه، نتيجتهم معايا ما كانتش طبيعيه خالص بالنسبه لي. سرعه فظيعه في النتيجه سواء من الشامبو او من الاويل سبراي او زيت الشعر. هقول لكم دلوقتي مكوناتهم وازاي هم بيعملوا ده، ومش بس كده جايبه لكم كمان اسعارهم حلوه جدا جدا عشان كل اللي عنده مشكله في شعره يقدر يجربهم. شامبو فيالي اللي تركيبته عباره عن 10 مكونات، ال10 احسن من بعض. تعالى اقول لكم مكوناته: كرياتين، بايوتين، زيت الارجان، الجوجوبا، زيت الزيتون، كافيين، بانسينول، زيت اللافندر، زنك، فيتامين ه. انتوا متخيلين ال10 مكونات دول ممكن يعمل ايه في شعرك؟ هيغذيه وهيقويه. يعني البايوتين مثلا اللي كلنا عارفين ان هو بيعالج الشعر، الكافيين اللي بيقلل التساقط، الكرياتين اللي بيفرد الشعر، كل الحاجات دي في شامبو واحد. من اول استخدام هتحسي ان شعرك بيطريه، وهتحسي ان في فرق كبير جدا في استخدام الشامبو ده عن اي شامبو تاني. اولا المنتج كله مكونات طبيعيه، ده غير ان هو بيعالج الشعر بسرعه جدا. بقى ده هنقول عليه وحش التطويل والانبات. ده اويل سبراي، ده زيت بترشيه كل يوم وبعدين بتعملي كده مساج بلطف على شعرك. عايزه اقول لكم ان ده نتيجته سريعه بطريقه مش طبيعيه، بيطري الشعر. واول حاجه بقى يعني عجبتني فيه ان هو بيطول الشعر بطريقه ملحوظه جدا جدا وسريعه. تعالى اقول لكم مكوناته اللي هي زيت الارجان، زيت اكليل الجبل، زيت الجوجوبا، توم، فيتامين ه، فيتامين ا، زيت زيتون. انتوا متخيلين برضو المكونات دي كلها في علبه واحده هتعمل ايه؟ عايزه اقول لكم ان ده بجد بجد احسن منتج واسرع منتج جربته لتطويل الشعر. يعني اول حاجه هنقولها عن توتيان ان هو تطويل الشعر. وبكده اقدر اقولك ان لو عندك مشكله في شعرك فالحل في المنتجين دول مع بعض نتيجتهم مبهره. بجد بجد نتيجتهم سريعه وحلوه جدا. وجايبه لكم من اللينك اللي انا سايباه لكم فوق عروض عليهم، هتلاقوهم باقل من سعرهم. ده غير ان اصلا سعر المنتجات حلو جدا وفي متناول الجميع. مش هننسى بشرتنا، واكتر حاجه بشرتنا بتكون محتاجاها وخصوصا بعد سن ال 25 وهو سيرم فيتامين سي. لو حد بيكلمني بيقول لي تنصحيني باحسن نوع ايه لسيرم فيتامين سي، هقول لكم بانشي. بانشي حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم ان يعني استخدامي ليه كان حلو قوي. بيعمل لك نضاره للبشره مش طبيعيه، بيعمل لك تفتيح للبشره مش طبيعي، واكتر حاجه فيتامين سي بيعملها للبشره وهو اللي بيوحد لون البشره. وكمان لو عندك تصبغات او كلف كل ده بيروح مع استخدامك لسيرم فيتامين سي. مكوناته تحفه، مكوناته طبعا فيتامين سي، كولاجين بحري، انتوا متخيلين، فيتامين ه، فيتامين ا، بانسينول، مستخلص البابونج، عسل، وكمان في هايلورونيك. فكل ده في السيرم ده لازم تجربيه علشان تحسي بنضاره بشرتك وبان انت بشرتك فرحانه زي ما كده فرحنا شعرنا من شويه. كل الحاجات دي موجوده في اللينك اللي هسيبه لكم فوق باسعار حلوه جدا جدا. وعايزه اقول لكم طريقه استخدام سيرم فيتامين سي اللي معايا ده: بتحطيه قبل ما تنامي، وبعد ما تحطيه بربع ساعه بتحطي الكريم المرطب بتاعك، وهتلاقي نتيجه من اول استخدام او من تاني استخدام، لان بجد استخدامه ونتيجته سريعه جدا. كل الحاجات الحلوه دي هتلاقوها في اللينك اللي فوق باسعار حلوه جدا لاي حد من عندي. بنصحكم ان انتوا تجربوا الثلاث منتجات لان الثلاثه بجد احسن من بعض. هتعالجي شعرك وهتعالجي بشرتك بسهوله جدا مع المنتجات دي.